بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الأول الإعدادي، اليوم سنقوم بحل النماذج الاسترشادية لشهر فبراير لعام 2024. الأسئلة اللي معانا ديت في أسئلة منها كتير جدا هتلاقيها في امتحان الشهر إن شاء الله شهر فبراير، وفي أسئلة احنا هنقولوها بس تمت دراستها في خلال الشهر الأول. هنبدأ بأول حاجة. النموذج الأول بيقول لي أكمل العبارات الآتية: تؤدي أكاسيد الكبريت إلى تهيج الجهاز. ناس تكتب معانا، يبقى الجهاز التنفسي. طيب، بينما أكاسيد النيتروجين تؤدي إلى تهيج الجهاز طبعا العصبي. ده سؤال يا جماعة هو مش هيجي في امتحان الشهر بكرة أو في امتحان شهر فبراير، ولكن احنا هنحل الأسئلة وهنأكد برضو على الأسئلة اللي هتجيلك في امتحان الشهر. بيقول لي 2. الرابطة في جزيء كلوريد الصوديوم طبعا رابطة أيونية، ده سؤال مهم جدا. بينما الرابطة في جزيء الهيدروجين لازم نحدد، هنقول تساهمية طبعا أحادية. خد بالك، يا هتجيلك جزيء الهيدروجين يا جزيء المية، طبعا رابطة تساهمية ايه؟ أحادية. العنصر الفلز السائل الوحيد هو، برافو عليه، الزئبق. بينما العنصر اللا فلز السائل الوحيد هو البروم. يشترط أن تكون المعادلة الكيميائية طبعا موزونة، وده طبعا لتحقيق قانون بقاء، برافو عليك، المادة. أنا هركز على السؤال ده والسؤال ده هو. طيب، بيقول لي علل الرابطة في جزيء الأكسجين تساهمية ثنائية. هنقول كده: لأن كل ذرة أكسجين تشارك بكام إلكترون يا بطل؟ برافو عليك، تشارك باتنين إلكترون أثناء التفاعل. يبقى طبعا ان كل ذرة منهم هتشارك باتنين الكترون اثناء التفاعل. يعتبر هيدروكسيد البوتاسيوم طبعا ده من القلويات. معانا اي المجموعات الذرية الآتية ثنائية التكافؤ؟ طبعا الكربونات. عندما تتحول الذرة الى ايون فان عدد النقط يتغير. نركز مع بعض، طبعا عدد الالكترونات. يتحد النشادر مع حمض ال HCl مكون النقط من الكلوريد الامونيوم. طبعا السؤال ده يا شباب بيكون سحب بيضاء اللي هي كلوريد مين؟ الامونيوم. برضو الاسئله الاول والثاني والثالث دولت من الاسئله المهمه. ده هنأجله للشهر اللي جاي، ولكن مفيش مشكله ان احنا هنذاكره ونعرفه. برضو نفس السؤال ده هنجاوبه يا شطار، ولكن برضو هيكون مش موجود في شهر فبراير، ولكن هنجاوب السؤال. بيقول لي ايه؟ بيقول لي احقق قانون بقاء المادة للتفاعل التالي. نركز كده مع بعض. طبعا اول حاجة الاتنين هتنزل عندي فيه الام جي بكام يا شطار؟ برافو عليك، ب24. الزائد تنزل الاو بكام؟ ب16 في 2. طبعا هنا دي اسمها المواد الايه؟ كتل المتفاعلات. هنا دي اسمها كتل النواتج. الناس فاهمة طبعا السؤال ده. طبعا هنا هنكتب ادي 2 نفتح قوس. المغنيسيوم بكام؟ ب24. ده عنصر وده عنصر، يبقى هنعمل زائد الأو بكام؟ ب16. يلا نختصر، 2 في 24 طبعا الإجابة ب48 زائد 32 تطلع معاك ب80 جرام. 80 يا شطار جرام. نفس القصة، 2 مرة هنا ومرة هنا. 2 في 24 يبقى ب48 زائد 2 في 16 ب32، اجمع هتساوي 80 برضو جرام. اذا هنا المجموع الكتل المواد المتفاعلة تساوي مجموع كتل المواد الايه؟ الناتجة. يبقى دي اسمها كتل المواد المتفاعلة. طبعا كتل المواد المتفاعلة بتساوي 80 والنواتج هتساوي 80. هنقدر نقول هنا المعادلة موزونة لأنها تحقق قانون بقاء المادة. السؤال أو النموذج الثاني بيقول لي من الأملاح التي تذوب في الماء. طبعا هنشوف الاختيارات. أول واحد كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام، إجابة صحيحة. عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير لأيون الكلور، طبعا الإجابة يا شطار هتبقى 8. طب يجي طالب يقول لي إزاي يا مستر إذا كان الكلور لما نيجي نوزعه بيبقى 2 8 7؟ برافو عليك، دي اسمها ذرة كلور. ولكن احنا درسنا في الدرس الأول عشان نتحول إلى أيون سالب، هنا فاكر كنا بنقول إيه؟ هنا يكتسب إلكترون واحد. طب يلا بينا، يبقى 2 8 و 2 8 8
هو بيسألني على الأيون يبقى ده اسمه الأيون. آخر مستوى طاقة فيه كام يا شطار؟ فيه 8، وده أيضا من الأسئلة المهمة جدا. ونفس الفكرة، يعتبر نقط شديد الخطورة على الإنسان وقد يؤدي إلى الوفاة. طبعا هنشوف الأسئلة معانا هنا اهو. طبعا عندنا أول أكسيد الكربون، طبعا قلناها في الحصة السابقة. يمكن أن تصنع أسلاك الكهرباء من عنصر. طبعا سؤال زي ده موجود معانا في المذكرة أيضا. نبدأ نوزع 2 5 نوزع 2 8 نوزع 2 8 3 نوزع 2 8. طبعا هنا ايه 6. يا ترى مين فيهم هنا العنصر الفلز؟ مين هنا فيهم العنصر الفلز؟ هنلاقي ال 13 عشان اخر مستوى طاقة في 3. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب الصيغة الكيميائية. جميل خالص. هنيجي هنا عند الألمونيوم، نركز مع بعض يا شطار. الألمونيوم ادي ال، الناس فاهمة طبعا. وفي فيديو اللي قبل الأخير هنا كان بيوضح ازاي نشرح الصيغة الكيميائية. طب الهيدروكسيد OH، برافو، ده ثلاثي ده أحادي، شد خط. تمام، نشد خط. هنا طبعا في 3، يبقى طبعا يلا الاي ال تاخد الواحد، يبقى هنقوله اي ال، والواحد لا يكتب. طيب الاو اتش هنا لكل كام؟ لكل 3 عشان احنا بدلنا التكافؤ. طيب تعالى توضح معايا هنا اهو. عندي هنا اهوت السي يو اللي هو النحاس، برافو عليه. النترات NO3. طيب النحاس عندي هيبقى تكافؤها ثنائي. طب النترات أحادي. طيب بعد كده بنكتب سي يو، بعد كده هياخد الواحد، الواحد لا يكتب، نكتب NO3، برافو عليك. لكل كام يا شطار؟ لكل 2. يبقى إجابتي صحيحة. بيقول لي اتحاد الكربون مع الأكسجين عبارة عن تفاعل مركب مع عنصر. طبعا الكلام ده خطأ، ده تفاعل عنصر مع عنصر. الأيون السالب بيكون عدد البروتونات أكبر من عدد الإلكترونات. طبعا عبارة خاطئة. السؤال اللي بعده، عدد الذرات المكونة لمجموعة النترات اللي هي NO3 يساوي عدد الذرات المكونة لمجموعة البيكربونات. طبعا برضو العبارة خاطئة. السؤال هو HCO. تمام، طبعا نكتبها HCO3. تمام. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي يتكون جزيء الماء من 3 ذرات لعنصرين. تكون جزيء الماء من 3 ذرات. فعلا الكلام ده كلام صحيح وكلام مهم. ماذا يحدث في الحالات الآتية عند تقريب بساق مبللة بحمض الهيدروكلوريك المركز في أنبوبة تحتوي على محلول النشادر؟ موضح إجابتك بالمعادلة. طبعا أنا عندي هنا النشادر اللي هو NH3 زائد HCl، لسه قايلين المعادلة دي يا شطار. طبعا هنا مركز، اللي هيطلع لي NH4Cl. جميل خالص. تعالى بعد كده للاختبار او النموذج الثالث. بيقول لي ايه؟ بيقول لي اكتب المصطلح العلمي كسر الروابط الموجودة بين جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة. طبعا انا هنا بتكلم عن التفاعل الكيميائي. جميل. عدد الالكترونات التي تفقدها او تكتسبها. طبعا انا بتكلم عن التكافؤ. مواد تتفكك في الماء وتعطي ايونات الهيدروجين الموجبة. سؤال مهم جدا. الاحماض، طبعا الاحماض تحمر ورقتي دوار الشمس. رابطة كيميائية تنشأ نتيجة قوة الجذب الكهربي بين ايون موجب وايون سالب او فلز ولا فلز. طبعا انا بتكلم عن الرابطة الايونية. سؤال مهم جدا. بيقول لي علم. الرابطة الايونية ينتج عنها جزيئات مركبات فقط، بينما الرابطة التساهمية ينتج عنها جزيئات عناصر أو جزيئات مركبات. اكتب معايا بقى يا بطل، أو وقف الفيديو ورجع كذا مرة عشان تكتب الإجابة. هنقوله لأن الرابطة الأيونية تتم بين أيون موجب وأيون يا شطار وأيون سالب. تمام كده؟ تمام. لنوعين مختلفين، فلازم يطلع مركبات فقط. طيب بينما الرابطة التساهمية تتم بين ذرتين لعنصر لا فلزي واحد أو لعنصرين مختلفين. السؤال الثاني يقول لي عدد العناصر في جزيء كربونات الصوديوم. طبعا برافو عليك. تعالى نجمع مع بعض العناصر. يبقى ادي الصوديوم ادي 1، الكربون ادي الأو، يبقى الإجابة 3 عناصر. بينما عدد الذرات ادي 3 و1 و2
3 و1 4 و2 يبقى الإجابة 6 ذرات. بيقول لي يعتبر عنصر المغنيسيوم Mg 12 من العناصر، طبعا هنوزع يبقى الفلزية. عرفت ازاي؟ يلا يا دكتور هنقوله 2 8 2 طالما في النهاية في 2 هنا اهوت هتبقى الإجابة هنا عنصر فلز. جميل خالص. طبعا ما عدا الهيليوم الوحيد اللي هو بينتهي باتنين وده غاز خام يا شطار، وتكافؤه طبعا هنا هيكون تكافؤه يفقد الاتنين يبقى ثنائي. مجموع كتل المواد الداخلة في التفاعل تساوي مجموع كتل المواد الناتجة، ده طبعا قانون بقاء الطاقة. تمام. السؤال قانون بقاء المادة هنا NH3 معادلة مهمة جدا زائد HCl مركز، طبعا لسه كاتبينها في الثلاث نماذج على فكرة، يبقى NH4Cl اللي هو كلوريد الأمونيوم عبارة عن سحب بيضاء. انظر للشكل المقابل ثم أجب ما أثر إضافة صبغة دوار الشمس على الأنبوبة أ والأنبوبة ب. طبعا هنا لو ضفنا هنا حمض وهنا محلول صودا كاوية، يا ترى ايه اللي هيحصل يا شطار؟ طبعا هنا هيحول لون صبغة عباد الشمس إلى اللون الأحمر، يبقى ده هيتحول للون الأحمر. طب وده هيتحول للون ايه يا شطار؟ الأزرق، لأن طبعا الأحماض تحمر، ح مع الح والقاف مع القاف اللي هي القلويات ايه؟ تزرد. النموذج الرابع كل مما يلي من الفلزات ما عدا الأكسجين الرابطة في جزيء نقط تساهمية أحادية. أحادية يبقى أنا بدور على الهيدروجين أو المية، يبقى الإجابة الماء. الصيغة الكيميائية لهيدروكسيد الصوديوم طبعا آدي NaOH. يا ترى ده 1 1 يبقى مفيش أي حاجة خالص اختصارات. طيب تعال نشوف الإجابة. فعلا الإجابة أ. بيقول لي إذا كانت الكتلة الذرية للهيدروجين 1 والأكسجين 16 وكتلة المركب MOH باي 3 تساوي 78 جرام، فإن الكتلة الذرية للعنصر M دي مجهولة تساوي، يلا يا بطل هقول لك الإجابة وقول لي جت ازاي. هي مش في امتحان بكرة على فكرة ولكن سهلة زي ما لسه حلين السؤال في النموذج الثاني تقريبا. يجب أن تكون المعادلة موزونة لتحقيق مين يكمل؟ برافو عليه. لتحقيق قانون بقاء المادة. السؤال الثاني صوب ما تحته خط الرمز الكيميائي لأكسيد الصوديوم. إن شاء الله يا شاطر يبقى هنقوله Na. تمام. وادي الأكسجين O هنا 1 هنا 2، يلا نكتب يبقى Na. برافو عليك. هتاخد الاتنين دي عشان بنعمل تبادل مع الأو. طبعا الأو هنا اهوت يا شطار هياخد 1 والواحد لا يكتب، يبقى الإجابة Na2O. السؤال اللي بعده بيقول لي عدد الإلكترونات في أيون الصوديوم يساوي عدد البروتونات. طبعا الكلام ده خطأ، هيكون أقل من. يطلق على الحديد ثنائي التكافؤ. الحديد ثنائي التكافؤ اسم الحديديك طبعا لا الحديدوز. برافو عليه. السؤال اللي بعده بيقول لي الفلزات لا تشارك في التفاعلات الكيميائية وليس لها أيون. أنا بتكلم كده عن الغاز الخامل أو الغازات الخاملة. وضح بالرسم ارتباط ذرتين من الهيدروجين مع جزيء الهيدروجين. نركز مع بعض يا شطار. أول حاجة طبعا أنا بتكلم هنا عن جزيء المية، يبقى أنا هعمل أدي موجب 1. هنيجي في الناحية التانية نفس القصة موجب إيه؟ 1. يا ترى كل واحد هيشارك بكام يا شطار؟ هنا أنا معلش بتكلم عن جزيء الهيدروجين، تمام، لأن هو ما قاليش مع ذرتين أكسجين. نراجع تاني نقرا السؤال تاني. بيقول لي وضح بالرسم ارتباط ذرتين من الهيدروجين. طبعا الهيدروجين ادي 1 1، ادي المستوى اللي فيه مشكلة اللي هو المستوى الأول عشان يكتمل هنعمل ايه؟ برافو عليه. يلا يا دكتور ده هيشارك بالكترون وده هيشارك بالكترون، يبقى رمزه هنا يا شطار H2. برافو عليه. السؤال اللي بعده والنموذج الخامس والأخير بيقول لي عندما تتفكك الأحماض في الماء، سؤال مهم جدا، تعطي أيونات طبعا الهيدروجين الموجب، ولكن عندما تتفكك القلويات في الماء تعطي أيونات الهيدروكسيد السالبة. الرابطة في جزيء مهم جدا أكسيد المغنيسيوم رابطة طبعا أيونية، بينما في جزيء النيتروجين طبعا تساهمية ثلاثية. وممكن تجي لك بدل جزيء النيتروجين كده يقول لي N2 الرابطة فيها شطار خد بالك يبقى تساهمية ثلاثية. الصودا الكاوية الاسم الشائع ليه طبعا هيدروكسيد. برافو عليك الصوديوم.
بينما ملح الطعام الاسم الشائع لمين؟ طبعا كلوريد الصوديوم. طبعا أسئلة جميلة. كل 32 من الأكسجين تتفاعل مع 48 جرام من المغنيسيوم لتكوين، اجمع يا بطل، يبقى 80 جرام. اسم المركب كله ايه؟ أكسيد المغنيسيوم، ولسه حلنا في النموذج الثاني. ماذا يحدث عند احتراق شريط من المغنيسيوم في جو من الأكسجين؟ هنقوله كده يتكون، برافو عليك، مسحوق أبيض من أكسيد، يلا يا شاطر، أكسيد مين؟ المغنيسيوم. ونكتب المعادلة. بيقول لي استخرج الكلمة المختلفة مما بين، استخرج الكلمة المختلفة واربط باقي الكلمات. أنا عندي هنا هيليوم، صوديوم، نيون، أرجون. بنوزع هنجد إن الصوديوم هو الوحيد المختلف. طب الباقي غازات خاملة. يا مستر ما الهيليوم أنا لسه قايل عشان مستوى الطاقة الأخير ليه مكتمل، هو بيكتمل باتنين واخد الاتنين يبقى غاز خامل على طول. كلوريد الفضة، كبريتات البوتاسيوم، تمام، نترات الكالسيوم، كلوريد الصوديوم، طبعا كلوريد الفضة، والباقي أملاح تذوب في الماء. مجموعة الكربونات، النترات، الهيدروكسيد، مجموعة النتريت، طبعا الإجابة هتبقى مجموعة ايه يا شطار؟ الكربونات. والباقي مجموعات ذرية أحادية التكافؤ، يبقى مجموعة ذرية أحادية التكافؤ. طيب 4 بيقول لي الرابطة في جزيء الماء، الرابطة في جزيء الهيدروجين، الرابطة في جزيء أكسيد المغنيسيوم، الرابطة في جزيء النيتروجين. أكيد طبعا الناس العباقرة اللي موجودة معانا هتبقى الرابطة في أكسيد المغنيسيوم، أما الباقي عبارة عن روابط تساهمية. بيقول لي عنصر فلز إكس تدور إلكتروناته في 3 مستويات طاقة. على طول هعمل 3 مستويات طاقة. اتحد مع الكلور اللي هو Cl17. خد بالك لما نيجي نوزع ال 17 2 8 7 يعني تكافؤ أحادي. فبيقول لي مكونا مركب صيغته XCl2 اذكر تكافؤه. بص يا باشا، أنا عندي الاتنين ديت بتاعت الإكس، تمام، وبما إن هو فلز يعني آخر مستوى طاقة كده أنا حددت بقى فيه كام؟ 2، وما ينفعش أحط هنا 2 الا اذا ده اكتمل، ده بيكتمل ب2 ده ب8. يبقى هو بيسالني عن التكافؤ، طبعا تقدر تجيب التكافؤ من هنا ان الاتنين ديت بتاعه الاكس. طب يا مستر امال السي ال فين تكافؤها؟ برافو عليك، احنا قلنا تكافؤ السي ال كام؟ احادي، والواحد لا ايه؟ لا يكتب. فبيقول لي هنا تكافؤ العنصر هنا الاكس، يبقى هنقوله يا شطار ممتاز، هنقوله ثنائي التكافؤ. طب على العدد الذري اجمع دولت يا بطل يطلع معاك 12. كل التوفيق لطلابي الغاليين طلاب الصف الاول الاعدادي. اي استفسار متواجد معكم. يا رب كده امتحان يجي ان شاء الله سهل من الاسئله ديت، وان شاء الله اسئله كتير هتيجي من هنا، ولكن برضو احنا نراجع على اول درسين كويس جدا. واي استفسار بالمره التانيه بقولها انا موجود معاك لحد قبل الامتحان بدقائق. بالتوفيق. كان معكم أستاذ محمد عسل، معلم أول العلوم والأحياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.